لو بتحب الأكشن اللي كله ضرب ودم ذا شادوز تريس هيهزك. بنت عندها 17 سنة قاتلة محترفة بتتمرد على المنظمة اللي ضربتها علشان تنقذ طفل صغير. قتالات مجنونة، تصوير جامد، وقصة فيها مشاعر وسط العنف. تخيل جون ويك قابل ليون المحترف بس بتاتش اندونيسي. والمخرج تيمو عبقري المجازر السينمائية رجع بفيلم ملوش حل. البطلة لعبت الدور بشكل جامد جدا. الفيلم مش بس ضرب، لأ ده فيه خيانة ووجع وإنسانية وسط الدم، والأجمد كله في 90 دقيقة من غير لحظة زهق. لو قلبك جامد ومستعد لتجربة جامدة شغل ذا شادو ستريس على نتفليكس واستعد لضرب مش هيتنسي. الفيلم ده مش لأي حد، ده للناس اللي بتحب الأكشن الحقيقي من غير تجميل ولا تهريج. كاميرا سريعة، ضرب في كل مشهد، وأجواء سوداوية تفضل معلقة في دماغك بعد ما الفيلم يخلص. ذا شادو ستريس مش بس فيلم، ده درس في الإخراج والعنف والمشاعر. لو مشفتوش فأنت لسه مشفتش الأكشن على أصوله.